السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة بيت المحبة كريم. في البداية بحب أشكركم على تعليقاتكم المحترمة عندي على القناة. فيديو النهاردة هنتكلم طبعا يا جماعة، لما تكون واخد فكرة عن الجزائر وبمجرد ما تنزل الجزائر وتلف فيها وتشوف شعبها وتشوف الناس بتتكلم معاك ازاي، تيجي تغير فكرتك ديت وتغير. يعني انت واخد انطباع عن الناس دول وحشين ما بيحبوش حد مثلا، ولنفترض ده بالفرض مثلا، يعني انا ما بوجهش الكلام للجزائر. أيوة. انت واخد انطباع عن الناس دول وحشين ما بيحبوش حد، فلما تيجي تقعد معاهم وتشوف اللي طبعهم مختلف غير الكلام اللي وصلك، أيوة. بيبقى الوضع مختلف، انت بتتصدم. أكيد. فدلوقتي يا جماعه احنا معانا مصري اول مره يزور الجزائر، طبعا كان واخد فكره عن الجزائر. مش هنقول طبعا كان واخد فكره عامله ازاي، لا يعني لا احنا هنقول ان هو كان واخد فكره عن الجزائر، او بعض الاعلام مصدر فكره عن الجزائر. تمام. فطبعا لما جه نزل الجزائر وشاف طبع الناس وتجول في شوارع البلد وشاف الناس الكرم الجزائري، قال لا ايه ده يا جدعان؟ امال فين البلد اللي انتوا عمالين تقولوا لنا عليها ان هي كذا وكذا وكذا وكذا؟ فطبعا كانت هنا الصدمه يا جماعه اللي خلته اصلا ما بقاش مصدق ان هو اصلا بره مصر. أكيد. يعني هو متخيل ان هو في بلده لسه زي ما هو، يعني من شده التعامل والكرم والاخلاق. لا، شاف الناس مختلفه يا جماعه، وعلشان كده هنا غير فكرته. ما هو في مثل بيتقال عندنا هنا يا جماعه بالفلاحي كده، يعني بيقول له تعرف فلان؟ قال له ايوه اعرفه. قال له عشيرته ديت يا جماعه، يعني اتكلمت معاه وعشت معاه وخدت منه واديت له وكلام من ده. قال له عشيرته؟ قال له لا. قال له يبقى ما تعرفوش، يبقى كل كلمه وصلتك عنه ما هيش حقيقيه لغايه ما تقعد معاه وتعاشره وتعرف هو ايه بالظبط. هو ده بالظبط يا جماعه اللي احنا عايزين نوصله لكل الناس. انت عارف ليه ممكن الواحد ياخد فكره قد كده عن الجزائر؟ ممكن واحد يقول ده شعب مثلا مع نفسه ومش عارف ايه، لان الجزائر ما بتتفقش حد يا بسوني. يمكن شعب متعصب، مش حته اللي هو بصي، هو لو انت وحشه هيطلع في وشك يقول لك انت وحش. انت كويسه ماشي، اطلع يقول لك انت كويسه. ما بينافقوش، يعني ما بيمش، يعني مثلا ايه، لا ده انا همشي نفسي معاك كده واكلمك اي حاجه. لا هم كلهم على فكره يا داليا. بصي، واحد يساوي اتنين، مفيش نفاق. اكيد. فطبعا يا جماعه هندخل مع بعض نشوف دلوقتي اخونا المصري دوت ازاي لما نزل الجزائر اتصدم بعد الجوله وتعاملاته بقى مع الناس في الشارع والكلام من ده. خلي بالكم الراجل دوت يوتيوبر مصري مشهور، هنشوفه عمل ايه في الجزائر وهنسيب الحكم لحضراتكم. بس يا ريت يا جماعه الناس كلها تشاركنا بارائها وبتعليقاتها على الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. يلا بينا. مرحبا بك في الجزائر، راح تستمتع بالشمال بالغرب بالشرق بكل مكان. تروح اي مكان. اللحظة المنتظرة، أنا أخيرا طلع الطيارة اللي ورايا دي ورايح الجزائر. عقبال يا جماعة ترندوية، أنا جاي ترندوية. بسم الله. مين اللي هيستقبلني بس؟ تبدأ الرحلة وتبدأ المغامرة اللي مستنيها من زمان. هنودع باريس الجميلة، وصحيت متأخر فمضطرين ناخد أوبر ونجري على المطار، وهيكرفني في بداية الرحلة كده عشان ما تروحش عليا الطيارة. كانتينيو كله في الرحلة اللي بعد. هو كان في باريس؟ المفروض إن هو رايح الجزائر. اللي يحصل واللي عايز يضايقني يضايقني، واللي عايز يعمل أي حاجة يعملها، لأن أنا النهاردة مزاجي رايق ومبسوط. زيادة التأخير إن المطار واقف من الزحمة، فقررت أنزل أمشي. بص الطريق واقف إزاي، بس أنا النهاردة مزاجي رايق وفايق وعادي رايح للجزائر، وإن شاء الله مش هيحصل أي مشاكل إن شاء الله، والرحلة تتم على خير ونوصل الجزائر. بس مش عارف أقول إيه، لأن أنا جاية ترندوية أوي 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 ورايق أوي الحمد لله. خلصنا كل حاجة، فاضل الطيارة. الحمد لله كل حاجة اتيسرت، خلصت في أقل من ربع ساعة، فما فاضلش غير الطيارة ومنها ساعتين 3 وعلى العاصمة الجزائر، أو زي ما بيقولوا خلاص الجزائريين زي الطيارة بتاعتنا هي اللي هناك دي. أحلى حاجة إن في المطار هنا حاطين بقى 3 طيارات جنب بعض، في الجزائر وفي عمان وفي طنجة. تحس بوحدة عربية في المطار، مجمعين العرب قبل ما يطلعوا على بلادهم ويسلموا على بعض وبس. طيارة الجزائر مليانة فل على الآخر. الطيارة دي مكلفاني تقريبا 200 يورو ذهاب بس عشان نروح الجزائر، فالطيارة مش رخيصة. طبعا الجزائر يعني فيها أي حاجة. طبعا أنا معايا باسبورين، المصري والفرنسي. المصري والفرنسي محتاجين فيزا عشان يروحوا الجزائر، وأنا قدمت الباسبور المصري في السفارة المصرية في السفارة الجزائرية في مصر. الباسبور الفرنسي معلوش فيزا، فالسفرية دي برعاية الجواز السفر المصري. اللحظة المنتظرة، أنا أخيرا طلع الطيارة اللي ورايا دي ورايح الجزائر. عقبال إن شاء الله.
كده الجزائر 2-3 نكون في العاصمة إن شاء الله. ان شاء الله. وصلنا الجزائر، في العاصمة الجزائر. الجزائر عاصمتها الجزائر معروف. بس الفيديو الجميل معرفش ده اي حاجه، ما عنديش اي توقعات، ما عنديش اي خطه. هجهز تذكره الطيران، هنتعشى قعدتنا وهنكتشف البلد مع بعض. في الجوازات مستني دوري، ولكن المطار جميل شبه مطار القاهره قوي بالنسبه لي. ما عنديش حجز فندق، فمش عارف التعامل هيكون ازاي، فربنا يسهل ونطلع من غير اي عقبات. رسميا ختمت هنا جوه الجزائر، ختمت دخول يعني انا جوه خلاص، مفيش اي حاجه ممكن تطلعني. استلم الشنطه ان شاء الله تكون وصلت، نطلع نستكشف سوا نشوف الفندق ازاي. ما عنديش اي فكره، ما عنديش انترنت، ما عنديش فلوس حتى، بس اكيد ليها حل. معهوش فلوس. الانترنت رخيص، 50 جيجا ب $10. قابلت واحد عراقي في المطار فساعدني ان انا اصرف فلوس، لان انا ما كنتش ينفع اصرف من الصرافه بتاعت المطار لان الفرق شاسع جدا. هنا في زي سوق سودا، فكينا فلوس هيبقى معايا كفايه. اول خطوات في الجزائر، المطار شبه مطار عمان الاردن، مش عارف ليه لما بتخرج بره يعني. شوفوا اللي راح الاردن بيفهمنا. ما اعرفش اعمل ايه، بس غالبا هناخد القطر. في قطر من هنا لوسط البلد، ومن هناك هنشوف الاوتيل. شكرا. يوتيوبر، الناس بتحاول تساعدني. احلى حاجه في السفر واهم حاجه في السفر ابوك وامك اول ما نزل يعني بس وصلت نزلت، ما كانش معايا فلوس جبنا فلوس، ما كانش معايا سيم كارد جبنا سيم كارد. كل حاجه سهله وبسيطه واتحلت. وده المطار ما شاء الله. ده فندق ده عالمي قوي. هنطلع كده. احنا شفناه قبل كده، عملنا كده شفناه قبل كده في اكتر من فيديو يعني، احنا اتكلمنا عنه. الجو جميل، الجو مش حر. ناس كتير قالت ان الجو في الجزائر الفتره دي حر جدا، بس الجو مقبول يعني. درجه الحراره 31 32 احسن من القاهره على الاقل. مطار الجزائر الدولي هوارجي ومدينة. شكرا. اللي هو تم توسعته دلوقتي. حاجه دروا ودي القطار. القطار اوكي. شكرا. ونروح اركب القطار. الناس بساعة ما نزلت الصراحة كل ما يعرفوا ان انا مصري بيساعدوا الغير جدا. ما شاء الله. فلوس بيدلنا على القطر، روح نشوف فلوس على كمان. الجزائر ورايا اهو. احساس رهيب يعني مخليه احساس رهيب. مش عشان حاجه، الجزائر حلوه وجميله وكبيره، بس اللي مخليه احساس رهيب صعوبه الفيزا دي، وقد ايه كانت صعبه ان انا اخدها. فان انا اوصل هنا، انا واحد من المصريين قليلين جدا جم الجزائر. ده حقيقي اصلا الجزائر من الدوله اللي هي يعني اللي بتاخد الفيزا بتاعتها والتاشيره بتاعتها صعبه جدا. ربنا يسهل بقى وما اجي ما اشوف ايه اللي هيحصل. تذكره المترو بقى، انا عايز حد بقى دبلوماسي في الجزائر يظبط الموضوع ده. المترو ايه النظافه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لا خلاص والله خلاص. شكرا. بداية مبشرة فعلا. فين بنروح؟ يلا انا معاك. اسمك كريم احمد، تشرفنا. الله يبارك. فرصه سعيده. بس الحمد لله. اهلا بك في الجزائر. الله يخليك. شكرا. ايه محطه القطر دي؟ متخيلين ان ده القطر اللي بيطلع المترو بتاعهم عادي، سعره اقل من $، بيجي من هنا من المطار لحد وسط البلد نص ساعه بالعربيه عشان تروح. بص بقى التفاصيل. فرس عربي، خط عربي، فارس، عروس. ايه ده متقسمه الوان وطاووس. تفاصيل صغيره، رغم ان المحطه شكلها تقليدي، بس عادي جدا ممكن تكون واحده من احلى محطات القطار اللي شفتها بسبب جمالها او بساطتها، بس في نفس الوقت اللمسات اللي فيها. القطر وصل اهو، المحطه اهي. هو ده قطر ولا مترو ده؟ واو ما شاء الله. منبهر الصراحه. هننزل في محطه الاغا اللي هي اخر محطه. مش زحمه. يقولوا لي 20 ل 30 دقيقه. ده مترو ولا قطر؟ والله انا تهت. يلا. كيف قوي، الجو بره حر وهنا مظبوط، برد كمان ونضيف. لوك ات ذس. نضيف جدا حضرتك فعلا. عايش هنا بقالك قد ايه؟ سنة. مبسوط ها؟ حلوة الجزائر جدا. ناس طيبين كده زي ما انت شايف. ناس طيبين زي ما انت شايف. ايه ده؟ ايه اللي بيطير؟ ان شاء الله. ووصل كده 20 دقيقة بالظبط أو نص ساعة بالكتير. 28 دقيقة. اجمل. كنا في وسط البلد، هنمشي دلوقتي للأوتيل عشان نقابل صديق عزيز عليا جزائري هو اللي في انتظارنا المرة دي. يعني معظم الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو أكيد عارفينه، بس خلينا نروح ونشوف هو مين. محطة القطار أهي، صغيرة ولذيذة وجميلة.
زي بتاعت شبرا اللي في مصر على فكرة. محطة القطار اسمها الأغا. الأغا اسم تركي بس مش عارف ليه، لو حد يعرف قولوا لنا في الكومنتات. صح، لو حد فعلا يعرف اسمها الأغا أكيد يوضح الترنداوي يعني. الوسط تقريبا. وصلنا الشوارع والعماير جميلة قوي، وعاجبني فيهم إن هم دهنينها فمتجددة. بصوا المباني جميلة إزاي. كلها واخدة، شفناها قبل كده في المظاهرات كان كلها لون واحد أو كان شكلها جميل قوي. والعماير كلها تصميم واحد فرنسي. بس اللي حاسه إنها أحلى من الفرنسي لأنها نظيفة. ألو سافا وي عليكم السلام. الحمد لله. شوف اي حد انت ماشي كده تلاقيه بيساعدك وبيتكلم معاك عادي خالص يعني انت في الجزائر. لاجرون بوست كده؟ هاي لاجرون بوست. اوكي. شنو هاي؟ وراي فاطمة البيضة هذه. اوكي. هذه فيها لاجرون بوست. شكرا. حاسس ان رجعت بالزمن 40 30 سنة لورا. عارفين الشوارع بتاعت روكسي؟ بص في مصر الجديدة القاهرة، المباني العالية عتبة ومش عارف ايه، البيوت اللي كلها بلكوناتها كبيرة، نفس الستايل بالظبط بتاع مصر الجديدة عندنا، بورسعيد يعني. بنك الجزائر وسط البلد نضيف جدا، إشارات المشاة شغالة عشان نعدي، عربيات واقفة، كنتش عارف أعدي ولا أتعشى ولا أعمل إيه. بس الدنيا جميلة. بصوا الجنينة دي. طبعا يعني مصر جاي في الاماكن مش عارفها، فهو عمال يكتشف بنفسه وبيكون انطباعات لاول مره. حلاوه ومنظر البيوت، كل بيت عليه زرع ومبيض ومدهون جديد. بصوا الزرع، بصوا كل شقه، كل بيت عليه زرع، كل مكان ان شاء الله بوكيه ورد كده واو. الشوارع نظيفه جدا، كل حاجه نظيفه يعني اهو، مفيش اي حاجه ان شاء الله. وصلنا عند الفندق بعد مشي، بس اكتشفت حاجة غريبة. هم عندهم هنا السوق بتاع العملة، والسوق ده في الشارع كده، الناس دي كلها بتبيع فلوس. سوق العملة الناس دي كلها بتبيع فلوس. $30 في الليلة بس في وسط البلد. خلينا نخش نشوف الفندق عامل ازاي ونقابل قاسم أو بالقاسم، فندق البريد في وسط البلد على البحر. البحر هناك اهو. مش راضي. ويلكم تو ألجيريا. ده طبعا صديق الجزائر اللي كان منتظره. بس عادي يعني الجزائر تستاهل. $25 الأوضة دي، تكييف، تلفزيون، مكتب عشان الشغل، وحمام نظيف. $25. الحمام والنظافة. ودي مش الأوضة المفروض أقعد فيها، بس المفروض بكرة هننزل أوضة تانية. دلوقتي هننزل مع بالقاسم ناكل، استكشف الجزائر بسرعة. على طول نزلنا مع القاسم. هنجرب ايه؟ نقول بقى بسم الله كده ونبدأ نشوف الدنيا فيها. طبعا القاسم مشهور لسه هتسلم خط بسرعة. خلاص نزلنا مع القاسم وكل حاجة اتحلت. نجرب بيتزا عشان مش واكل من الفجر طالع من البيت. اول حاجه لازم تديرها عند وصولك للجزائر هي تسجيل الوصول، بيتزا كارد. تسجيل وصولك بالبيتزا. وهذا وصل الجزائر مصري؟ لا لا بيتزا كاري بتكون يعني جبنة ولا بس؟ هذه طماطيش، هذه اوريجينال الجيريان. هو كمان شكله كده اصلا ده لسه مش هيستطعم بقى. ولا ايطالي ولا حاجة يعني، هي مختلفة. فطيرة على بيتزا. هذه هي احسن اكله جزائريه في العالم كامل. لا دي احسن من الكرامتيكا 50 دينار جزائري، معناه ربع دولار. حسبت على طول ها؟ ربع دولار يعني الدولار ب 200 دينار. تقدر تاكل 4. 10 جنيه مصري. 10 جنيه خفيفة يعني. بالنسبه لي انا لما ادخل الجزائر اول شيء نديره وانا اشتري اكل بيتزا. يعني معمول من ايه؟ ايه المكونات؟ ليمون وايه تاني؟ والماء والصبر. هو عامله في بيسموا عصير ليمون شربات. مسكر قوي. ما حبوش يا اخي، مش هندفع حاجة. ما حبوش يا اخي. بيتزا وساندويتش وعصير. شكرا مع السلامه حبيبي. ما رضوش ياخدوا منهم فلوس، بيقولوا مش هندفع حاجه. بيتزا لي يا ماما. احبس بقى.
احبس بقى يا باشا بالشاي. شكرا. ريحة الشاي. شكرا. شكرا. ما بندفعش هنا. شكرا. هو فاهم بيقولوا ما ينفعش. اكل وشاي وقهوه ما فيش فلوس. خلينا نروحوا هو المصري دايما كده عايش يعني. البوست انا عديت عليها شكلها جميل. جميل. خلينا اليوم يلا ندخل حلقه التعارف مع الجزائر. اوكي. فيرست امبريشن عشان طويلين بقى. لانه ما زال له وقت طويل باش يكتشف الجزائر. 3 اسابيع في الجزائر ان شاء الله. قولوا لنا ممكن نروح فين. احنا تخيلوا هنطول. المبنى ده مبنى البريد، مبنى عظيم يعني، بس الطراز عثماني تركي. هو على ما اظن بناء فرنسي ولكن الستايل عثماني. لانه على فكره يا جماعه يعني مشابه جدا بجد مع ميدان التحرير اللي موجود في مصر. ميدان التحرير اللي في القاهره مشابه معاه جدا بجد. اسمه عثمان هو فرنسي. لهذا هذا ستايل اسمه شوف ولكن هذا ستايل تحسه قصر الملك فاروق كده يعني. تخيلوا ده كل ده بس مبنى البوسطة. بالنقطة اللي ورايا دي رسميا نقطة بداية رحلتك نحو الجزائر. نقطة 0 هنا. كده نبدأ رحلتنا في الجزائر من قدام ده البوسطة. بجد ده ولا يعني ده فعلا حاجه بتبين انت كده هتبدا يعني ولا؟ مرحبا بك في الجزائر. راح تستمتع بالشمال بالغرب بالشرق بكل مكان في الجزائر. تحس نفسك يعني في باريس. اهتمام بالخضار والجناين، البحر، الجامع في الاخر، الناس كلها الجامع هناك اهو قاعده رايقه. بحب قوي الدول اللي بتهتم بالخضار بالذات في المدن الكبيره، عشان ده دايما بيدي رطوبه كده، محل الجو، يبقى عندك انت على نظره البحر انت عايز اكتر من مرتاح كده. نفسيا وانت ماشي في الشغل. جنينه صغيره وبسيطه على البحر في وسط البلد مع I love الجيريا. ورايا مكتب ايجيبت اير، وحاجه لاحظتها مع سفر الكتير ان دايما ايجيبت اير ومكتب ايجيبت اير او السفاره المصريه بيكون مواقعهم حلوه جدا في معظم دول العالم. بصوا في واحد من الميادين الرئيسيه ميدان اودان، هنا الخطوط الجزائريه الخطوط المصريه يعني زيها زي الخطوط الجزائريه على طول، فحاجه كويسه يعني. اسمنا موجود في كل مكان. الجزائر تحس انك ماشي في فيلم، تحس انك ماشي في وسط البلد في القاهره. الشوارع مرتبه كلها اتجاهات واحده، ميادين صغيره. هنا الامير عبد القادر ده هو اللي بدا الثوره الجزائريه. عبد القادر طبعا اشهر من على العالم. المكان ده بس هو ده كلنا. بس الشوارع غريبه يعني. وسط البلد عندنا المباني الفرنسيه نفس. هو صراحه بجد الفيديو يعني زي ما كنتش عملت عنه من زمان يعني. 4 ادوار، بلكونات واسعه. ده قعد 3 اسابيع يعني مطول. واحنا معاه طويله، ادوار طويله، بس شوارع طويله كده بالطول وبالعرض وميادين وشارع حاره حارتين بالعافيه. نسخه من القاهره في وسط البلد بس مؤشر وبدايه جميله واجواء جميله، خضار ومباني، كل الدنيا منظمه يعني تفتح النفس ونظره مريحه للاعصاب. المنظر الرهيب اللي ورايا المينا بتاعت العاصمه الجزائر، القصبه هناك اللي هي وسط البلد او مش البلد وسط البلد، البلده القديمه. القطار تحت اللي جينا بيه، السفن دي بتروح على فرنسا طبعا، وكل البيوت اللي عدينا عليها من بره. منظر رهيب على البحر المتوسط. كنت تسال فيا على المقام الشهيد. اهو مقام الشهيد اهو هناك هو اشهر معلم. هذاك مقام الشهيد واللي هي مقام الشهيد والمسجد قدامك كل افريقيا وثالث اكبر مسجد في العالم بعد مكه والمدينه. ما شاء الله. والله اصبح هذا هو اكبر مسجد بعد مكه والمدينه. ماشي كتير. طول ما الجزائر العاصمه. الجزائر عامه اكبر دوله في افريقيا، فطبيعي عاصمتها تكون كبيره، بس في كم شارع مش هنا كتير. احنا دلوقتي في الساحه بتاعت الشهداء وده جامع الشهداء. يا جماعه انا جاي الجزائر وهنا بدايه المنطقه الشعبيه على كلام قاسم. بدايه القصبه هنا دي اللي هي البلده القديمه، هي بتكون فوق زي القلعه بيسموها القصبه هنا. احنا عندنا قلعه هم عندهم القصبه. يبقى معاك ورقه ب 1000 والراجل يقول لك 100,000، يبقى حسابك 70 يقول لك 7000. اي حاجه هنا لما بيجي يقولوها بيزودوا عليها صفرين، فدي 1000 100,000 صح؟ ال1000 بتقولوا 100,000. 70 يقول لك 7000 صح؟ العمله ملخبطه، بيقولوا حاجه والورقه مكتوبه عليها حاجه ثانيه، لازم تزود صفرين. الجامع ده هو يعتبر بداية القصبة بتاعة العاصمة الجزائر، اسمه كتشاوة، جامع عثماني تركي. وهنا تبدأ الأسواق والأحياء الشعبية. بصوا أسواق هنا، أسواق هنا، أسواق هنا. بس اللي عايز يتفرج على القصبة فهي هتكون في الفيديو الرئيسي والفيديو الجاي، لأن قاسم قال محدش مش هيخش القصبة غير في فيديو كامل، لأنها تستحق قوية يعني تستاهل فيديو كامل. بس الأسواق هو ده مكاني.
سوق التلات بقى اللي احنا في مصر. اسواق يا باشا. والحاجه كلها هنا رخيصه، يعني بيبيعوا اللبس في الشارع على الارض بدولار التيشيرت والبنطلون، اسعار غريبه في كل حاجه. الان نهايه الشفت، في الصباح يكون فل دلوقتي خلاص هم كله اصلا بيقفلهم عشان هيمشوا قاسم يعني. بيقول لي ان معظم الجزائريين هنا بيقفلوا بدري. احنا مصر فاهم لحد الساعه 1 بالليل 2 بالليل السوق شغال، هنا الساعه 6 خلاص الان تروح ترتاح. بريك. الوقت بريك. اعطينا نجرب تين اسمه ايه؟ الهندي والمزمن عندي. اسمه ايه؟ يقولوا له كاين يقولوا كربوس الهندي، كربوس. يقولوا كرطوس. كرتوس ولا كربوس؟ كرموس. هو عندنا اسمه تونس شيكو. ولا يقولوا الهندي ديريكت. او الهندي، احنا بنقول تين شوكي في اي مصر. يضرب الهندي يضرب. هوب صغير، احنا عندنا في مصر يكون كبير. اضرب الحلاوه يا زيد وزيد. حلو. احلى حاجه في الصيف هو ده. والله رطب اسمه القصبة الهندي. الثلاثة بربع دولار، يعني 3 ب 10 جنيه، يعني 3 جنيه مصري زي مصر بالظبط، نفس سعر مصر. سعر روعه. طبعا يا جماعه زي ما كلنا شفنا المصري لما تجول في الجزائر واتصدم طبعا في جمال الجزائر والبلد الجزائريه بلد محترمه وبيتكلم عن الناس اللي بتزرع طبعا كلها اشجار في البلكونات وكل الشوارع كده. لا البلد شكلها جميل. هي خلي بالك الجزائر البيضاء صح؟ العاصمه نظيفه وشكلها جميل يا بس هي تلفت النظر اصلا لما يجي ينزل يبص يلاقي البلد كلها بنفس لون واحد فلازم يتصدم. اكيد. فطبعا يا جماعه كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، بس يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.